من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. أيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا في هذه الحلقة عرف من خلال صوته وهو يرتل القرآن الكريم. ضيفنا نشأ أول ما نشأ وحفظ القرآن في مصر العربية، ثم رحل إلى العاصمة، ومن هناك استمع إليه الآلاف، بل استمع إليه الملايين، ثم جاب الأقطار الإسلام ليستمع إليه محبوه ومريدوه. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نتعرف معه في هذه الحلقة مع القرآن الكريم. أهلا به وسهلا في تلفزيون قطر. أهلا وسهلا. نتعرف على رحلتك مع القرآن الكريم. أهلا وسهلا. طبعا أنا عبد الباسط محمد عبد الصمد، أهلا وسهلا، من قرية أرمنت، وهي الآن مدينة أرمنت التي بها مصانع السكر، وهي تابعة لمحافظة قنا. نعم. وهي في مصر، تبعد عن القاهرة حوالي 700 كيلو متر. نعم. حفظت القرآن فيها وأنا في سن 10، وعشقت القرآن وتمنيت على الله أن أكون قارئا مشهورا، وكنت أذهب وأمشي على الأقدام لأستمع إلى القرآن الكريم وكانت هناك إذاعات راديوهات قليلة في بلادنا أيام الأجهزة. نعم. الأجهزة. نعم. فكنا نمشي، ما كانت البيوت فيها يعني راديوهات، كانت في المقاهي. فكان يقرأ الشيخ رفعت الله يرحمه، وكان يقرأ الشيخ الشعشاعي، هم اللي كانوا مشهورين. كنا نسمع، كان الشيخ رفعت يقرأ مرتين في الأسبوع، كان يقرأ يوم الاثنين ويوم الجمعة. فكنا نمشي على الأقدام 3 كيلومترات لنسمع الشيخ رفعت، أو أي سهرة قرآنية فيها قارئ نروح نسمعه. لكن فضيلة الشيخ عبد الباسط، نسمع أن قراءة القرآن وحفظه في هذه الأيام كان يتم من خلال ما يسمى بالكتاتيب. نعم. هل دخلت أنت أيضا؟ أنا حفظت القرآن الكريم في كتاب القرية حين ذاك، كانت بلدنا قرية قبل أن تكون مدينة. نعم. ومن هنا والدي يعني طلبت منه أن أكون يعني أتعلم علم القراءات وأن أكون قارئا مشهورا، فشجعني والدي، بخلاف إخوتي الذين ذهبوا إلى الأزهر أكبر مني، تخرجوا من الأزهر، فأنا اتجهت اتجاه قرآني خالص لعلوم القرآن والقراءات. فكان والدي ناويا أن يوديني طنطا، اللي هي مدينة مشهورة بعلوم القراءات وتعلم علوم القرآن هناك، ولكن
ظهر شيخ في بلادنا جاء من الوجه البحري واستقر في مدينة إسنا في قرية اسمها أصفون المطعنة ليعلم علوم القرآن والقراءات، وشجعوه أهل البلاد والمنطقة. وذهبت إليه وتعلمت القراءات السبع، وكان يشجعني الشيخ لأني كان يحس بأني عندي إقبال وعندي رغبة، حتى أني تعلمت القراءات السبع يعني سنتين 2. وأراد الشيخ أن يعلمني 10، فقلت له كفاية 7 لغاية إن شاء الله. حتى كان يأخذني في سهراته الخاصة، كان يدعى في ليالي، كان صوت حلو الشيخ، كان يعني يسهر في ليالي، فكان يأخذني، كان متبنيني تقريبا. فضيلة الشيخ عبد الباسط، كثيرا ما نسمع عن القراءات السبع، وها أنت ذكرتها الآن مرتين. نعم. نريد أن نتعرف عليها. القراءات السبع هي طبعا معروفة، هي لهجات العرب، والقراءات اللي نزلت في عهد الرسول، وهي قراءات يعني لهجات العرب اللي هي ما فيهاش يعني اختلاف المعنى، ولا ما فيهاش يعني أي حاجة، زي مثلا والضحى والضحى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا إن جاءكم يعني حاجات زي كده. وهل ما نسمعه الآن من القراء نعم. كله بالقراءات السبع؟ أغلبه بالقراءات السبع. نعم. احنا في مصر بنقرأ طبعا بالقراءات السبع، ولكن في الغالبية بنقرأ حفص اللي هي قراءة الشرق، يعني في بلادنا وبلاد مثل القراءة التي استمعنا إليها في بداية هذا اللقاء. نعم. هي من قراءة حفص. قراءة حفص. في المغرب بقرأ يعني رواية ورش عن نافع، ويعني لهجة رواية ورش طبعا ما بتغيرش نفس القراءة، بس في المدود تمد شوية، وفي الإمالات في التقرير زي الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة بدل ولا الآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني كده لسانهم كده، فهم بيقرأوا كده. فهي ومصاحفهم مرسومة بنفس الرواية بتاعت ورش. في السودان يقرأوا برواية أبو عمرو، رواية أبو عمرو. واستطاع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن يحفظ القرآن وهو في سن 10. وحفظ القراءات السبع في سن 12. نعم. وال10 في سن 14، يعني خدت الرواية 10 أنا والحمد لله. وجلت بقى العالم كله يعني تقريبا، ما خليناش يعني، رحت حتى زرت أمريكا 14. قبل أن نذهب إلى هذه الزيارات، هل كنت تستطيع أن تعرف معاني ما تحفظ من القرآن الكريم في هذه الفترة المبكرة من سنك؟ أم أنها مجرد حفظ فقط؟ لا، كنا برضو يعني ندرس يعني في كتب، وكنا ندرس المعاني، ندرس كل حاجة يعني. طبعا الواحد يعني حتى نفس الوقوف والبتاع لازم يدي الوقت حقه، حتى لا يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. يعني الوقوف برضو لازم يكون تدي معاني القرآن. نسمع أن هناك الآن معهد للقراءات، هل بقيت الكتاتيب كما هي وزالت؟ هي أم أنها تعمل جانبا بجنب مع معهد القراءات؟ هي الكتاتيب تقريبا خفت شوية، لكن في مصر بتشجع الآن تاني عشان تبقى كما هي، لأنه لما خفت الكتاتيب برضو يعني، لكن معهد القراءات ما زال موجود. معهد القراءات ده خاص، اللي يدخل يكون حافظا للقرآن ويتعلم القراءات، وهو تابع للأزهر، يعني القراءات السبع والقراءات 10 وال14 والشواذ وأحكام القرآن واللغة العربية وكل علوم القرآن. علوم القرآن. نعم. ومشتملاتها، ده تابع لكلية اللغة العربية وتابع للجامع الأزهر. طب إذا أردنا أن نقارن بين جيلكم، إذا اعتبرناه من الجيل القديم، وبين الجيل الجديد الذي تخرج الآن في معهد القراءات، ما رأي فضيلة الشيخ؟ والله احنا طبعا بنبقى يعني اعتبر انا ده مش يعني بقول احنا بنبقى متمكنين قوي، لان احنا وهبنا نفسنا يعني للقرآن كله، يعني وكل وقتنا جاهد للقرآن، ما فيش يعني حاجة كده ولا كده، لانه اغلب اخواننا اللي بيتخرجوا من المعهد القراءات بيروحوا مدرسين. نعم. لكن احنا اتجاهنا لقراءة القرآن والسهرات الدينية والدعوات الشخصية في البلاد الإسلامية والبلاد العربية والتسجيلات التلفزيونية والإذاعية والشركات الكاسيت كل يعني ده بتبقى يعني نفس الحياة كلها قرآنية. فضيلة الشيخ، هل تذكر أول مرة ذهبت فيها إلى القاهرة؟ أنا أذكر أول سنة ذهبت فيها إلى القاهرة كانت سنة تقريبا 51. وأنت في سن؟
وأنا كان في سن يمكن سن 19 سنة. القرآن كله. حفظت القرآن واشتهرت في الصعيد ورحت للقاهرة كزائر يعني. نعم. وكانت مناسبة هناك مولد النبي، وكان هناك في القاهرة بيحتفلون بمولد النبي وبعض الموالد بالحفلات الدينية والبتاع، فكان في ناس يعرفوني هناك فحبوا يدعوني أقرأ القرآن في بعض المناسبات. فقلت أنا هروح فين في بين العالم دي وقراء مصر ولا بتاع، أنا مش هظهر أنا يعني زي فكنت متردد يعني. فجاء واحد من العلماء قال لي لا تعال اقرأ، أنت بتقرأ كويس وأنا عارفك من الصعيد وأنا برضو يعني من علماء البلاد، فتجي اقرأ لنا 10 دقائق ما تيسر. فدخلت قرأت ال10 دقائق دي، استمرت ساعة ونص، فكان فيها سبحان الله يعني توفيق من الله. وبصيت لقيت العالم بقى ملأ المسجد وطلبوا المزيد من القراءة، وزدت في التلاوة وطلبوني برضو ثاني يوم عشان أقرأ ما تيسر من القرآن، فحضرت برضو ثاني يوم. وكان هناك بعض المسؤولين فما كنتش أعرفهم طبعا ولا حاجة، فطلبوني قالوا لي أنت منين؟ قلت لهم أنا والله من الصعيد من بلد اسمها أرمنت محافظة قنا. قالوا طيب ما تيجي تخش تقدم للإذاعة؟ قلت لهم لا الإذاعة كده أنا مشهور في الصعيد. كنت أنا طبعا صغير يعني. قالوا لا يعني الإذاعة تبقى بدل ما مشهور في حتة محدودة تبقى مشهور في العالم كله. قلت لهم والله لما شاور ناسي الأهل. شاور الأهل. فقالوا لا يعني تعالى توكل على الله وخش الإذاعة. فتقدمت قلت يعني على علمه بالشيء، فتقدمت بالإذاعة فلقيت نفسي يعني فيه توفيق. وكان هناك واحد اسمه الشيخ الضباع، شيخ عموم المقارئ المصرية. الشيخ الضباع كان ده مؤلف كتب للقراءات ومرجع يعني في علوم القرآن والقراءات. فالراجل كان لي بعض التوجيهات، قال لي أنت حافظ القراءات؟ قلت له أنا عندي القراءات ال7، كنت لسه ال10 يعني. نعم. فقال لي طيب اقرأ لنا رواية ورش. اقرأ رواية فلان. قرأت. قال لي يعني أنت يعني متمكن أوي. قلت له الحمد لله ده من فضل الله. قال لي طيب يا سيدي مبروك إن شاء الله تيجي يعني في الإذاعة بقى هيدوا لك المواعيد اللي تيجي تقرأ. فكنت أقرأ كل شهر ولا شهر ونص أقرأ مرة في الإذاعة. وفين الصباح كنت أصلي الفجر في السيدة زينب واطلع اتمشى، كانت الاذاعه في شارع علو هناك، ونطلع نتمشى لغايه ما نروح الاذاعه ونقرا الساعه 6:30 صباحا لغايه الساعه 7 ونرجع. وبعدين ابتدت بقى الاذاعات بقى تتطور لغايه ما خدت اول وضعي. سافرت على السعوديه سنه 52 حجيت، واول تسجيلات كانت لي في المملكه العربيه السعوديه. فضيلة الشيخ عبد الباسط، في هذه المرحلة إذا اعتبرناها مرحلة تكوين لشخصية القارئ عبد الباسط عبد الصمد، هل تأثرت بأحد من القراء ممن سبقوك؟ وقد ذكرت لي من قبل اسم الشيخ محمد رفعت. كنت أحب أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل برضو يعني بجواره كان صديق لي، كنت أحب أسمعه. نعم. يعني الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى. وكان الشيخ الشعشاعي الله يرحمه، الشيخ الشعشاعي رحمة الله عليه كان قارئا مؤثرا. وبعدين في حاجة أنا يعني القرآن متى قرئ من القلب وصل إلى القلب ويتأثر صاحبه به على طول. هل نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان له طريقة خاصة في تلاوة القرآن الكريم؟ والله طريقة بين جيله. نعم أنا كانت لي طريقة خاصة صحيح، يعني طريقتي ما حدش يعني ما خدتهاش من حد أنا. نعم. أنا شقيت طريق خاص لي، بل دلوقتي يعني لي بسمع كثير مقلدين لي كثيرين في مصر وفي غير مصر، يعني في ماليزيا وفي اندونيسيا لما بنسافر البلاد. واحساسك وشعورك عندما تسمع من يحاول تقليدك؟ والله انا بفرح بيهم يعني. وبعدين التقليد ده انا بحب يعني ما بشجعهوش قوي، لانه التقليد ده يعني ليه عمره قصير، يعني صاحبه يتعب، لان المقلد دايما يتعب في التقليد، لان هيجي فتره وما يستطيعش التقليد. لازم الانسان يتخذ له طريق لوحده عشان يقدر يستطيع ان يستمر في القراءه. اما التقليد بيبقى فيه تكليف، التكليف هيجي في سن معين هيبقى محدود فينتهي. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كانوا في السابق يطلقون على القارئ اسم صييط على اعتبار أنه كان يعتمد على صوته كثيرا، ولم تكن هناك ميكروفونات تسمع إلى مسافات بعيدة. عندما ظهرت الميكروفونات هل أثرت على صوت القارئ وعلى صوت هذا الصييط
أو ساعدت؟ لا، هو ساعدته طبعا، لا شك أن الميكروفونات ساعدت القارئ على بدل ما بيسمع يعني عدد محدود بقى بيسمع البلد كلها. نعم. آه. لكن في السابق كان يعتمد على صوته، كان يعتمد، أما الآن فيعتمد على الميكروفون. لا برضه معلش، ما هو الصوت اللي جوه الميكروفون، ما هو الصوت طبعا برضه الصوت ده ما هو موهبة. نعم. ما فيش يعني صوت مثلا يكون وحش في الميكروفون ده هيحليه ولا يزينه ولا بتاع، لا. انما الصوت ده هو ما هي الا آلة تقوي الصوت او توصله الى مكان يعني بعيد. انما الصوت جماله في حد ذاته هو، انما الآلة الميكروفون دي بتقويه وتودي لأكبر مسافة للمستمعين. قارئ القرآن الكريم يستطيع أن يجود وهو داخل جدران استوديو مثلا أو بين جماهيره، أيهما أحسن بالنسبة له؟ والله هو ممكن يعني هي ساعة بيقولوا عليها ساعة تجلي. بعض الأحيان الإنسان بيبقى منسجم وبيبقى يعني في ساعة زي ما تقول يعني فيه ساعات بيبقى فيها فيوضات إلهية. نعم. ممكن الواحد يقرأ في استوديو ويبقى متجلي ويقرأ أحسن من وجود الناس. وبعض الأحيان يقرأ وسط الناس أحسن من يقرأ وسط الاستوديو. هي ساعة. بيقال إن بعض الناس عندما يستمعون إلى القارئ ويبدون بعض الاستحسان ويرددون بعض الألفاظ، هل تحب هذا الأمر؟ لا، أنا ما أحبش الألفاظ اللي بتزيد عن حدها. يعني هو في معلش الله بصوت يعني مقبول، إنما فيها أصوات بتبقى خارجة عن حدودها. وبعدين ما هياش استحسان في بعض الآيات، لأنه في بعض آيات الاستحسان فيها بيبقى مقبول، إنما في آيات مثلا عذاب ولا بتاع استحسن فيها مش هي يعني. فالاستحسان بيبقى مطلوب في الآيات اللي فيها الجنة أو فيها آيات النعيم واللي فيها. لكن افرض في ناس ما بتبقاش فاهمة إيه القرآن والبتاع وهقول الله خلاص، فده مش ما يبقاش استحسان ده. طب هذا الاستحسان في بعض الحالات بأن يرفع المستمع صوته مثلا، بأن يرفع المستمع صوته بالنسبة للقارئ بصوت عالي. لا مش أنا يعني ما حبسش فكرة يعني رفع صوت المستمعين على القارئ. يعني أفضل الحفل الهادئ في قراءة القرآن. يعني لما يكون فيه هدوء نعم أفضل ما يكون فيه ضجيج. بالنسبة لتجويد القرآن، هل يقرأ مجودا أم يقرأ مرتلا؟ وأيهما يؤدي فيه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أحسن؟ والله هما الاثنين يعني أحدهما أو كلاهما. يعني في ناس تفضل المرتل وفي ناس تفضل المجود، فأيهما يختار واحد يستمع إليه. وفضيلة الشيخ عبد الباسط؟ أنا أفضل الاثنين عندي نسيان يعني. يعني أفضل أقرأ القرآن مرتلا برضو. والفرق بين هذا وذاك بالنسبة للترتيل؟ الترتيل هو القراءة الحذر يعني اللي هي السريعة اللي ما فيهاش تطريب. نعم. والمجود اللي هو فيه التطريب اللي بالصوت الحسن. يقولون إن التجويد فيه بعض التلحين وهو قريب من الموسيقى. لا هل هذا صحيح؟ هو الصوت الحسن هو ذات نفسه هو موسيقى. هو الصوت الجميل ده وهو صوت. ما كان ابن مسعود يقرأ على الرسول، كان الرسول سيدنا الرسول يقول اقرأ علينا ابن مسعود، وكان يحب أن يسمعه من غيره. وبعدين يعني القرآن يعني في حد ذاته لما يقرأ بالصوت الجميل برضو يعني محبب. سمعنا عن بعض قراء القرآن الكريم أنهم يتعلمون الموسيقى لكي تساعدهم على تجويد القرآن. والله اللي عاوز يتعلم الموسيقى يتعلم، لكن القرآن ليه أحكام وليه حدود. يعني ما يخرجش عن أحكام القرآن. نعم. الغنى والإخفاء والإدغام والإقلاب والمدود لها حدود محدودة. إذا كان هذا ما يخرجش عن حدود الموسيقى مش مانع. وهذه الأمور التي ذكرتها أين يتعلمها القارئ؟ فين؟ في الكتاب أم في معهد القراءات؟ إيه دي؟ أحكام التجويد الذي يتعلمها في الكتاب أو يعني على يد المشايخ اللي يتعلم عليهم القرآن. هم حافظين وفي متون مخصوصة لحفظ الأحكام. نعم. لها متون خاصة.
نخرج الآن من هذا النطاق إلى النطاق العالم الواسع وإلى رحلات ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد ذكرت أنك زرت كثيرا من البلاد الإسلامية والبلاد العربية. نعم. نذكر رحلة منها. لا، أنا رحلاتي بقى كانت يعني طبعا البلاد العربية. بدأنا بالمملكة العربية السعودية في عام 52 كما ذكرت. البلاد العربية دي عن بكرة أبيها طبعا، يعني كلها المملكة العربية السعودية، لبنان، سوريا، المسجد الأقصى، سنتين أحيت رمضان في المسجد الأقصى، العراق، طبعا السودان، وقطر ونحن فيها الآن. لا طبعا قطر دي تعتبر يعني بلادنا. كل البلاد العربية عن بكرة أبيها طبعا زرتها. نروح طبعا الباكستان والهند والسنغال وماليزيا وأوغندا نذكر واحدة من البلاد العربية أولا وذكرياتك مع مستمعيك في هذا البلد. البلاد العربية أنا ما أنساش يعني أحيت رمضان في المسجد الأقصى. تذكر في أي عام؟ هو تقريبا يمكن 63. نعم. فكانت التلاوة هناك في المسجد الأقصى كان تكون القراءة بعد صلاة العصر، لأنه هناك أنا حبيت أقول لهم يعني بعد صلاة العشاء، قالوا لي لا، أصل هنا عندنا الناس بتنزل من الأرياف يقضون حوائجهم من المدينة ويصلون العصر في المسجد الأقصى، فهو الوقت الوحيد اللي بيبقى فيه عدد كبير في صلاة العصر، وتذاع بالليل عندنا إن شاء الله. ماشي. فكنا نقرأ بعد صلاة العصر تقريبا نص ساعة أو أكثر، وتذاع بالليل الساعة 9 مساء. فكنت يوم من الأيام اقترحت على وزير الإعلام، قلت له يعني ليلة 27 رمضان يعني تكون تنضم البلاد العربية والبتاع وتذاع من المسجد الأقصى، يبقى لها يعني موجات الإذاعة، تنضم موجات الإذاعة. والله قال لي فكرة طيبة وبتاع، برضه كانت فكرة كويسة، وانضمت أغلب البلاد العربية وأذعناها بقى بالليل، وكانت يعني ليلة مباركة جدا، وقرأنا فيها وكانت موفقة وكان فيها عالم كثير قوي. هل تذكر الآيات التي قرأتها في وقتها؟ طبعا قرأنا الآيات المناسبة اللي فيها ليلة القدر والحاجات يعني اللي هي، وقرأنا برضو يعني الآيات اللي افتتحنا بها، إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر السورة. نعم. وختمناها بليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، دي من الليالي التي لا تنسى. وبعدين رحلة كمان في الباكستان دي. نعم. كنا قضاء يعني واحد كان دعانا، فقضينا في جمعية اسمها جمعية اقرأ، واحد دعانا، وتأجر لنا قطار سكة حديد، قضينا 9 أيام في عواصم باكستان، يعني كنا نقرأ في كل محافظة ليلة، والقطار به عربية أكل وعربية نوم مجهز بكل وصالون، نقرأ في المدينة ونرجع نعود في القطر في القطار، ننام ونواصل الرحلة ونلف 9 أيام لغاية ما رجعنا إلى كراتي مرة أخرى. فكان دي رحلة برضه كانت يعني من الرحلات اللي الواحد ما ينساهاش. وهذه فرصة لكي نسأل على المستمعين من غير العرب كيف يستمعون إليكم؟ والله في الحقيقة الباكستان أنا يعني ولو إنهم يعني من الناحية الدينية متدينين أوي، يعني الحفلات بتاعتهم يحضرها يمكن مئات الآلاف، يعني بص البلد فيها زينات وأتوبيسات تنقل المسلمين وبتاع، فيها يعني تحس بأنه في حركة غريبة غير يعني عادية. نعم. لما يكون فيه قارئ للقرآن. فدي ناحية يعني برضو يعني عظيمة. عادتهم في الاستماع، هل يستمعون إلى القرآن في سرادقات خاصة أم داخل المسجد؟ لا، هم المساجد هناك ما تسعش. نعم. لأنه هناك يحبوا يسمعوا في ميادين، وبعدين لما يحبوا يقولوا فلان زندباد كان ولا زندباد يعني. نعم. عظيم ولا ما اعرفش. هي دي يعني يحبوا يقولوها فدي من ضمن الحفلات. وبعدين حتى يعني رحت برضه سافرت، رحت جنوب افريقيا انا، يعني دخلت جوهانسبورج ووصلت لغايه راس الرجاء الصالح. نعم. يعني هناك في مسلمين وبتاع، دخلت بعجوبه هناك لانه هناك ممنوع دخول اي بلد ما فيش تمثيل دبلوماسي ابدا. لكن المسلمين هناك حاولوا لغايه ما خدوا موافقه من الحكومه، ودخلت هناك مرتين،
ورحت رأس رجاء الصالح. وكيفية استقبالك يومها فين؟ في جوهانسبرغ؟ جوهانسبرج يعني استقبلني التلفزيون والبتاع وصوروني في المطار والبتاع، يعني حاجة غريبة يعني. وقالوا لي يعني، وبعدين شفت التفرقة العنصرية على طبيعتها بقى، وحتى قالوا لي عزموني، قالوا لي تعالى اقرأ لنا ما تيسر من القرآن، يعني آيتين كده في برنامج مش عارف بنعمله للجماعة الايه. فقلت لهم الآيات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، طبعا ما يفهموش معناها دي، وجعلناكم شعوبا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يعني ما فيش لا فضل العربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا طب بهذه المناسبة فضيلة الشيخ، ألا ترى أن يصطحبك في مثل هذه الزيارات والرحلات والجولات، وخاصة في البلاد التي لا تتكلم العربية، أحد من الذين عندهم القدرة على تفسير آيات القرآن الكريم؟ في الحقيقة أنا كان معي مرافق يعني قارئ برضه ثاني يعني واخده وبعدين كان معي واحد صديق خدته معي برضه يعني شرطت عليهم كمترجم يعني، وراجل متدين برضه يعني عنده فكرة عن الناحية الدينية، يترجم معاني القرآن وبتاع. فكانت في جنوب أفريقيا بالذات يعني. إنما في أمريكا أنا رحت أمريكا بقى لفيت. ذهبت أيضا إلى أمريكا؟ رحت 14 ولاية في أمريكا، مراكز الإسلامية كلها. طبعا المراكز الإسلامية دي فيها يعني مسلمين وفيها عرب ففيها يعني مكتفية بالمترجمين العرب. ويوم لا ينسى أيضا في أمريكا، هل تذكر يوما هناك؟ في أمريكا؟ نعم. لا أنا شوف يعني من فضل الله علينا إن ما فيش دولة من الدول يعني في لوس أنجلوس أنا أسلموا 6 عندما استمعوا إلى قراءة القرآن الكريم. في أوغندا أسلموا 92، يعني عملت حفلتين 72 في ليلة واحدة والباقيين في الليلة الثانية. أشهروا إسلام. حتى في بنت كانت مذيعة كانت مرافقاني في التلفزيون بترافقني في البتاع، وبعدين في آخر يوم وطت على إيدي على رجلي يا مؤاخذة، وبس أنا يعني تأثرت ما قبلتهاش. وبعدين طلبت بأنها تحج، فقلت للأوغنديين يعني لو سمحتوا يعني تشوفوا تتصرفوا معاها دي وتخلوها تحج هذا العام. وبعدين مش عارف كان اسمها ايه، سميناها آمنة. وبعدين شوف من فضل الله اني انا حجيت في هذا العام والتقيت مع الأوغنديين، فبقول لهم البنت اللي كانت معانا حجتها موجودة معانا هنا والحمد لله جبنا فاطمة أميت الحمد لله. فكان 92 حجوا في أوغندا و6 في لوس أنجلوس و24 في جنوب أفريقيا. ويعني على ما أذكر كده في كم بلد كده يمكن 1 2 يعني، إنما الحمد لله يعني برضو رحلاتي كان فيها يعني. بعد كل هذه الرحلات والجولات في البلاد الإسلامية والعربية، هل تستطيع أن نخرج منها بعبارة عن حال المسلمين في غير البلاد الإسلامية؟ هل يقبلون على الاستماع على قراءة القرآن الكريم؟ في يعني في أجانب يقبلوا على سماع القرآن، وبيبقوا يعني بيبقوا على وشك الدخول في الإسلام. طب ماذا ترى من واجبنا نحن تجاههم؟ هل فقط نرسل لهم البعثات من قراء القرآن أم ندورهم بالمصاحف والكتب الإسلامية؟ لا عاوز لا غير الكتب، عاوز بعثات. نعم. أشخاص أشخاص تسافر عمليين. ما كتب ما كثيرة هي. نعم. كتب موجودة في المراكز الإسلامية وبتاع، لكن احنا عاوزين غيرنا بيعمل نشوفه هنا في بعض البلاد، عاوزين احنا كمان نتحرك. هناك هل شهدت في شهر رمضان في إحدى هذه البلاد سواء منها العربية أو الأجنبية احتفلت معهم بشهر رمضان في أثناء جولاتك؟ لا كان في غير شهر رمضان. أنا أغلب رمضان باخده في البلاد العربية، إنما دي يعني رحلاتي دي بتكون في غير البلاد العربية، وبتكون في مناسبات مولد النبي أو حاجة زي كده. كيف يحتفلون هناك بالمناسبات؟ مجرد اجتماع يقرأ فيه القرآن الكريم؟ اجتماع يقرأ فيه القرآن والخطابات الدينية والأحاديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ولادته وعن تربيته وعن يعني كما هو متبع في كل الاحتفالات بالمولد النبوي. الاحتفالات الرمضانية التي شاهدتها في البلاد العربية هل لفت منها شيء نظرك؟
لا والله ما هو عادية فيهاش إلا قراءة القرآن والوعظ والإرشاد الدين في المساجد. أمر شخصي بالنسبة لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، متى تحب أن تقرأ القرآن الكريم؟ في أي وقت؟ والله أنا قراءة القرآن الكريم ده أحب أن أقرأه في كل وقت ولا أستغنى عنه مطلقا طول النهار، يعني لأنه هو يعني تسليتي وهو أنسي وحبي وكل شيء لي. هناك بساعة التجلي أو الصفاء، متى تكون هذه الساعة بالنسبة لك؟ فهي ساعة قبل الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتقرأ لمدة كم دقيقة أو لمدة كم ساعة لا هو في اليوم؟ استحسن يعني، لا هو أنا أقرأ يمكن في اليوم يعني أقرأ ساعة ساعة ونصف، لكن قبل الفجر يمكن أقرأ ساعة. يعني أصحى من فضل الله، يعني تعودت على أني أصحى قبل الفجر بساعة وأصلي على قدر المستطاع وأقرأ ما تيسر لي في صلاة الفجر وأنام. يعني هو النوم اللي بعد الفجر هو النوم الأصيل هو بتاعه. من حفظ القرآن في صغره هل ينساه بعد ذلك؟ لا، وما هي الطريقة لكي لا ينساه؟ هو الإنسان يعني يتلو القرآن باستمرار. نعم. هو عندما يترك تلاوة القرآن فالقرآن يتركه يغلبه. لكن عند تعود الإنسان على تلاوة القرآن على طول باستمرار ما ينساهوش أبدا. ولذلك أنت دائما تقرأ القرآن؟ وأحفظ الآيات، والآية دي فني حتة بس في مصاحف مخصوصة، يعني أحفظ فني حتة وده في السطر أنه ده في آخر الآية دي فني في آخر السطر ولا في أول السطر ولا في نص الصفحة ولا في يعني مصاحف تحفظ في نسخة معينة اللي هي 15 سطر. نعم. تعودنا الحفظ عليها، وغير ذلك الواحد بقى يتلخبط لما يجي له مصحف غير اللي حافظ فيه ما يعرفش الآية فين، يعني على بال ما يجمع الآية يعني من كثرة قراءاتك لنسخة معينة عرفت الآن سطور الصفحات؟ سطور الصفحات فين الآية أولها وآخرها فين وفين حتة وفين. هل هناك آيات محببة لدى جمهور المستمعين يستمع إليها في أوقات معينة يطلبونها من القارئ؟ هو طبعا الجمهور أغلبه بيحب يسمع القصص، يعني سورة سيدنا يوسف، سورة قصة سيدنا موسى، قصص سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم، سورة الرحمن، اللي بتبقى يعني الناس العامة بتحب تسمعها، بتبقى يعني زي ما تقول سهلة عليهم. أما الحفلات العامة اللي فيها ناس يعني متعلمين وبتاع، الواحد يقرأ يعني في أي مكان. وإذا أردنا أن نستمع الآن من ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ماذا تسمع المستمعين في دقيقة واحدة؟ والله أنا تحت أمرك زي ما تطلب. أنت عاوز تسمع حاجة خاصة ولا نقرأ ما تيسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده المفروض كان في الأول لكن معلش زي بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. صدق الله
فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بماذا تنصح القراء الذين هم في بداية الطريق؟ أنصح إخواننا القراء الذين هم في بداية الطريق أن واحد يجعل لنفسه طريقا ولا يقلد أحدا حتى يجعل لنفسه شخصية كاملة. وبالنسبة لمن يتعلم القرآن ويحفظه لأول مرة من أبنائنا الصغار، وخاصة من هم في المدارس وليسوا في الكتاتيب، النظام المتبع حاليا؟ وأهم حاجة الإنسان يعني يحفظ القرآن حفظ تام بأحكامه، لأن أنا بشوف يعني أحكام القرآن أهم حاجة الأحكام يعني. نعم. والأحكام دي لها متون خاصة، فالإنسان يدرسها عشان يتعلم القرآن بأحكامه عشان تبقى صحيحة يعني. في بعض البلاد تعقد مسابقات بين حفظة القراء وقراء القرآن الكريم، هل ترى أن هذه المسابقات تساعد على حفظ القرآن؟ نعم، في ماليزيا. نعم. وفي مصر الآن دلوقتي يعني فيه من ضمن يعني دلوقتي في التجنيد في مصر. نعم. اللي عنده البكالوريوس أو شهادة عالية بياخد سنة في التجنيد. نعم. وحفظة القرآن ياخد يعامل كمؤهل عالي دلوقتي. نعم. ياخد سنة، ولذلك دي بتشجع على حفظ القرآن. نعم. واللي عنده شهادة متوسطة بياخد سنة ونص أو سنتين، فاللي عنده دلوقتي لحفظ القرآن بياخد سنة واحدة لأنه مؤهل عالي، فدي بتشجع على حفظ القرآن. ذكرت مسابقة ماليزيا، هل يا ترى حضرتها؟ أيوة حضرتها أنا مرة يعني. كيف تقام؟ بتقام دي بتحضرها يعني الحكومة والملك والبتاع، بتبقى فيها يعني اهتمام كبير قوي، وبيدعى عليها من بلاد إسلامية كثيرة. بلاد إسلامية وبيدعى فيها من القاهرة. نعم. يعني حكام مش أقصد حكام، يعني حكام من القرآن. نعم. يحكمون الحفظة. بيقال إن القراء المصريين هم أشهر من قرأوا القرآن الكريم حتى الآن، لما هذا؟ هل هناك من تعليم معين؟ والله لا، هو التعليم موجود في كل مكان، لكن هذا يعني توفيق من الله. وبعدين الأصوات هي يعني في مصر موجودة، وبعدين يعني اللي بيكون صوته حلو وجميل وبياخد مكانه في مصر بيعيش عيشة كريمة سعيدة مش موجودة في أي دولة من الدول العالم. يعني بيقدر أهل القرآن، بيقدرون، بياخدوا أجور كويسة وبيعيشوا في بيوت كويسة وعندهم سيارات وبتاع، يعني بيعيشوا عيشة كريمة. أخيرا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ في سرادقات وقرأ في الإذاعة وقرأ من خلال شاشة التلفزيون وبين جماهيره، أيهما في كل هذه الوسائل ترتاح له ويظهر صوتك واضحا ومسموعا من بين كل هذه الوسائل، وأنت بمفردك أم مع بين جمهورك في المسجد أو في سرادق أو داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون؟ والله ما اختار لنفسك واحد. لما أنا قلت ساعاتك دي بتبقى ساعات تجليات، وبعض الأحيان بيبقى فيها يعني ساعات بيبقى فيها بيقول لك تحضرها الملائكة، وبتبقى فيها يعني زي ما تقول فيه فيوضات إلهية، وفي يعني بعض الأحيان الواحد بيقرأ في المسجد وبيبقى فيه نورانيات كده، بيحس بأنه أنا في مرة كنت أقرأ في الروضة الشريفة والله كده، وما كنتش شاعر بنفسي. كان أيامها الله يرحمه الملك محمد الخامس، ملك المغرب. نعم. ملك المغرب، وكنت مرافقه في الرحلة دي. وبعد ما خلصت قراءة جاني أحمد بناني اللي هو مدير التشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك بيطلب منك أنك تيجي وتقيم في المغرب إقامة دائمة وكل طلباتك اللي أنت عايزها مجابة. بس كنت أقرأ ما كنت شاعر بنفسي، أنا كنت أقرأ سورة المزمل، وكنت يعني صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكنت أقرأ في الجنة يعني تقريبا، ما كنت يعني حاسس بنفسي خالص. هذا بتوفيق الله. ما أنا بقول لك في ساعات بعد الأحيان الواحد بيبقى يعني ما بيبقاش حاسس بنفسه. قبل أن تقرأ القرآن الكريم هل هناك استعداد من نوع خاص؟ لا بيتركها لله الواحد بقى. بعض الأحيان بيبقى في ليالي الواحد ما بيبقاش عامل حسابها ومش مهتم بيها، وتبص تلاقيها فيها فيوضات إلهية وتجليات غريبة. وبعض الأحيان ليالي يقول لك يعني عاوز يروح يقرأ كويس ومش عارف ايه، وتلقاه كده ما فيش يعني مش اللي منتظر، فتبص تلاقي فيه ساعات وساعات كده يعني.
قراءة القرآن في رمضان وفي لياليه هل لها طعم ولون ومذاق خاص عن غيرها من الليالي؟ والله هو رمضان ده ليه يعني تجليات طبعا ضروري، لأنه القرآن نزل في رمضان وقرئ في رمضان، فالواحد بيحس في رمضان برضه يعني بقراءة القرآن بتلاوته في غير أيام رمضان. ونطلب أخيرا من ضيفنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلاوة تناسب شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ويبقى في نهاية هذا اللقاء أن نشكر ضيفنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وشكرا لكم أنتم أيها السادة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.